هنتكلم النهارده عن أكتر مادة مش سالكة وممكن تخدعك ومش هتحسوا بالكلام ده غير في أيام المراجعات، ودلوقتي هتحسوا إنها ملاك الرحمة، والمادة دي ما فيش منها اتنين، دي أجمل مادة عندي أصلًا، دي الأحياء دي بتاعتي، ما فيش منها. حقيقة هي مش سالكة خالص، وإزاي برضه ما تقعوش في الغلطة اللي أنا وقعت فيها. هنتكلم النهارده إن إحنا إزاي نذاكرها وإزاي نتعامل معاها، وأهم حاجة الغلطة اللي أنا وقعت فيها ما تقعوش فيها أنتم كمان. فيلا بينا. الأحياء يا شباب محتاجين نفهمها كويس أوي ونحفظها كويس جدًا، نفهمها كويس لإنها أكتر مادة بتيجي على أسلوب إزاي نستخدم المعلومة مش إزاي نستخرجها. أنا فاهمة إن أسئلة النظام الجديد كلها إزاي نستخدم المعلومة مش إزاي نستخرجها، بس الأحياء دي بالذات بجد أكتر مادة على استخدام المعلومة. محتاجين نحفظها كويس لإن المفاهيم بتاعتها وحشة برضه جدًا يعني. المفاهيم بتاعتها لا يُعتمد عليها خالص، زي بالضبط ما بتمتحنوا في الدروس مع المدرسين الكويسين، المدرسين الكويسين اللي بيدّوا امتحانات دروس كويسة. أنتم بتمتحنوا هناك مش open book، يعني بتمتحنوا كده من نفسكم، فبالضبط أنتم داخلين بقى الامتحان حاطين في دماغكم الconcept ده، إن المفاهيم دي ما لهاش لازمة، فنحفظها من الأول ونفهمها كويس عشان هي مش سالكة خالص. أسئلة الأحياء لو مش فاهم المادة كويس بالنسبة لك هتبقى أصعب من الكيميا والفيزيا، لإن على الأقل الكيميا والفيزيا لهم أسلوب أو طريق معين يعني أو قانون وأنت بتحل على الأسلوب ده، لكن الأحياء بقى لأ مش كده، والغلط فيها سهل جدًا يعني. أنتم أصلًا بتحلوا كده من اختيارات، فالغلط فيها إنك تقع فيها سهل، فلأ عشان ما نقعش فيها إحنا محتاجين نفهم الشرح كويس أوي. إيه بقى الغلطة بتاعتي اللي أنا عملتها وفعلًا دفعت تمنها غالي أوي؟ هي إن أنا اخترت المدرس اللي مش مناسب ليّا. أنا مش باقول إن المستر مش كويس، المستر كويس جدًا ومادته العلمية تحترم، ولكن المدرس ده ما كانش مناسب ليّا ولا لشخصيتي ولا لأسلوب فهمي ولا أسلوب حلّي ولا أي حاجة. عشان كده بجد بانصحكم وبشدة جدًا، أنتم لو مش مرتاحين مع المدرس اللي أنتم ماشيين معاه، لأ غيّروا المدرس وروحوا لمدرس تاني، ومدرس في السنتر يا جماعة، الأونلاين ده حاجة جانبية جنب المدرس اللي في السنتر. وضحت الكلام ده في الفيديو اللي فات ومش هاعيده تاني. فيعني لو مش مرتاحين معاه غيروه، حتى لو شفت الفيديو ده بعد كده، يعني حتى لو انتوا ما شفتوش الفيديو ده وقت ما نزل دلوقتي، غيروا المدرس وقت ما تحسوا ان انتوا فعلا مش مرتاحين، عشان الندم بعد كده ندم صعب، وندم اللي هو يعني مش هيفيدكم بحاجه. فعشان نبعد نفسنا عن الندم وعن اي حاجه طالما مش مرتاحين غيروا، او جربوا قبل ما تغيروا مدرس، يعني جربوا مدرس تاني لو شفتوا ان هو افضل او ماشي معاكم احسن، سيبوا المدرس الاولاني ده وروحوا مدرس تاني. مش بقول ناخد درسين، مش بقول ناخد درسين، الدرسين دي فكره اصلا طلعوها من دماغكم خالص. في كام سورسز اصلا على الاونلاين، يعني انتوا مش انت اصلا هتاخد درس واحد كده بالعافيه يعني. حوار درسين ده انسوه، نختار المدرس المناسب اللي نافع معانا عشان ما نندمش بعد كده. حتى الحصة أصلًا ما كنتش باحب أروحها، كنت باروح كده وخلاص، يمكن عشان صحابي كنت باروح معاهم، الناس كلها رايحة فأنا رايحة معاهم، فلأ خلّيكم شخصيتكم واختاروا اللي ترتاحوا معاه. تمام؟ نسمع لمين بقى جنب الدرس اللي في الcenter بتاعنا؟ أنا كنت باسمع لمِس أمل منير. طبعًا مدرسين أحياء أنتم شايفين الحوارات اللي حصلت المرّة اللي فاتت وشايفين بقى هُم عددهم قد إيه، أنت متاح ليك إنك تختار ما بين حاجات كتيرة جدًا. أنا كنت شخصيًا باسمع لمِس أمل منير once بس إن أنتم تشوفوا عليها أول فيديو هتفهموا شخصيتها، لكن ما تحكموش عليها من برّه كده يا جماعة ماشي؟ شوفوا الفيديو الأول وأنتم هتعرفوا هي شخصيتها عاملة إزاي أو أسلوبها ماشي معاكم إزاي. حتى برضه الاختيار ده ما كانش موفّق أوي بالنسبة لي، لا الcenter ولا الأونلاين، بس يعني بس الحمد لله يعني. دي كانت أنسب حاجة أنا شُفتها ماشية معاه يعني. فشوفوا اللي ترتاحوا له أنتم. أنا كل فيديو تقريبًا باقول لكم المدرس بتاعي أسلوبه عامل إزاي، وباقول لكم الأونلاين بالضبط تسمعوا مين، لكن المرّة دي بقى هاقول لكم اسمعوا أنتم وشوفوا اللي ترتاحوا له واللي يمشي مع دماغكم. سوري يا جماعة. ف فسوري بقى المرّة دي. أنتم عندكم في الأحياء باب الدعامة وباب الهرمونات وباب التكاثر والمناعة والDNA والRNA. طيب في ناس بتحب إنها تبدأ بالDNA والRNA، قرار غلط غلط غلط. القرار ده أنا مش حاباه وقرار أنا مش مرتاحة له خالص. أنا عارفة إن في فئة من الناس للأسف المدرسين بتوعهم خلوهم يبدأوا كده. على فكرة أنا كنت من الناس دي وكنت معترضة على النظام ده وكان ليا فعلا وجهة نظري، وفي الآخر وجهة نظري هي اللي طلعت صح. بس للأسف اللي هو أنا كنت ماشية مع المستر كده، فهو المستر كان ماشيين على النظام ده، فاللي مشوا مع النظام ده تأقلموا مع الوضع. أنا أصلًا تأقلمت مع الوضع يعني، فتأقلموا مع الوضع بقى وخلاص. طب ليه بقى أنا مش بافضّل فكرة إن إحنا نبدأ بالDNA والRNA زي ما قُلت؟ لإن يا جماعة ترتيب الكتاب هو المناسب ليك. ليه؟ أنت محتاج في الآخر إنك تكون فاهم الشرح بتاعهم كويس، يعني الشرح بتاع الDNA والRNA ده أنت محتاج تكون فاهمه، لمّا تيجي توصل له كده في الآخر إن شاء الله وقت ما تيجي تراجع، وقت ما الباب يخلص معاك وباب الRNA يخلص معاك، أمّا تيجي تراجع تبدأ المراجعة بيهم، أنت فاكر الشرح.
انت ما نسيتش الشرح زي ما الدعامه نسيتها او زي ما الهرمونات نسيتها. طبعا بتكلم ده قدام وقت ما تخلصوا المنهج ان شاء الله. لا انت ما نسيتش الشرح، انت الشرح لسه في دماغك، فوقت ما تراجع عليه تكون المراجعه بالنسبه لك اسهل واسلس بكتير، لا وفاكر الشرح فتثبت المعلومه اكتر واكتر بالمراجعات. لكن فكره ان احنا نبداها دلوقتي، اولا وقت ما تيجي المراجعات انت هتكون نسيتها ونسيت الشرح ولا كانها عدت عليك اصلا ولا اي حاجه، خلاص طلعت للرفيق الاعلى والموضوع انتهى بالنسبه لك. فعلشان كده اللي حاطط ترتيب الكتاب مش شخص غبي، اللي حاطط ترتيب الكتاب حاطط وعارف هو ليه عامل كده. فلا نمشي بترتيب الكتاب. وبرده العضويه في الكيمياء نفس الفكره بالظبط، امشي بترتيب الكتاب، اصلا العضويه اغلبها حفظ، ما انتوا محتاجين تفتكروا الحفظ ده، ولو اخدتها قدام هترجعوا تحفظوا كل الكلام ده تاني. امشي بترتيب الكتاب، ترتيب الكتاب هو الانسب ليك طبعا، ده لو انت ليك حريه الاختيار. لكن لو المستر بتاعك بدا خلاص تأقلم مع الوضع. انا كنت تأقلمت مع الوضع على فكره وخلاص الموضوع انتهى يعني، بس الافضل لا امشي بترتيب الكتاب. المذاكرة بقى بصفة عامة قلتها في فيديو ازاي نذاكر صح، بجد الفيديو ده خلاصة تجارب حاجات كتيرة جدا، ويعني مفيد لأبعد حد ممكن، يعني ده من تجارب مرة بمرة بمرة بسنين، يعني تجارب سنين. فالفيديو هسيب لكم اللينك في الديسكربشن، هيفيدكم جدا وفي المذاكرة بصفة عامة، مش في الأحياء بس بالأخص يعني، عشان مش عايزين نعيد الكلام وأنا قايلة أصلا هناك بالتفصيل، فشوفوا الفيديو اللي هناك. هندخل بقى في نقطة حليت كام كتاب. انا في الاحياء كنت حليت كتاب الامتحان. كتاب الامتحان لا غنى عنه، ده الكتاب الاساسي معاك هو كتاب الامتحان. كتاب الامتحان ده اساسا اقرب كتاب لامتحان اخر السنه. امتحاننا يا جماعه بتاع السنه اللي فاتت اللي هو امتحاننا يعني، لولا ان هو بس كان جاي اخر يوم وفرحتنا ان احنا خلصنا امتحانات وخلصنا ثانويه عامه كانت اكبر بكتير من ان احنا نقعد نفكر في احياء والكلام التافه ده كله. لولا بس ان هو جه في الاخر كان عمل ضجه كبيره جدا جدا جدا. الامتحان ده فعلا ما حدش قدر يحله، المدرسين ذات نفسهم اصلا ما يقدروش يحلوا الامتحان ده كاملا صح، مفيش مدرس واحد لوحده كده يقدر يحل الامتحان كله صح لوحده، لازم بشركه مدرسين مع بعض، وكمان ممكن يتلخبطوا من حاجات كتير. طيب انا ليه بقول لكم الكلام ده دلوقتي وما قلتلكمش ايام المراجعات؟ بقول لكم دلوقتي عشان لما تيجي تحلوا اي سؤال في البدايه كده حلوا بفهم، ما تحلوش الف باء ج د والكلام اللي احنا عارفينه ده، لا حلوا بفهم. ما بقولكمش احفظوا الاسئله، ما بقولكمش احفظوا الاسئله، مش هتيجي، مش مش هتيجي. مش بقول لكم احفظوا الاسئله، لا افهموا اسلوب الاسئله، لان الاسلوب ده هو اللي هيجي، يعني الفكره طبعا هتيجي. الامتحان يا جماعه ما بيطلعش بره المنهج اصلا، ما علينا من الامتحان بتاع السنه اللي فاتت ده، بس امتحان السنه دي يعني مش هيطلع بره المنهج، وفي قرارات نازله فعلا بالقرار ده وان هو مش هيجي معقد ابدا، فده قرار رسمي. فطالما ان هو مش هيطلع بره المنهج يعني هو هيجيب لك حاجه او فكره جوه المنهج بتاعك من جواه، فنفهم كل حاجه ونفهم كل سؤال، مش الف بقى جيم زي ما قلت. واول سؤال لما تيجي تحل كده زي كل درس ما بتحل فيها تحس ان انت مخك اللي هو طار منك كده، اللي هو ده اللي انا ذاكرته، هو ده المنهج، هو ده الدرس اصلا انا بحل فيه. فده طبيعي، ده في اول سؤال في كل درس بتمروا بنفس الفكره دي. انا قلت الكلام ده عشان انا كنت بمر بكده، يعني انا مثلا كنت خلصت مذاكره الدرس اخش في اول سؤال بقى في الاسئله في الحل على طول، والحل بعد المذاكره على طول. يا جماعه يا ريت ما نركنش الحل لتاني يوم، لا نذاكر ونحل على طول. فالمهم يعني كنت خلصت مذاكره من هنا، اجي بقى احل اول سؤال بقى احله اللي هو ده اللي انا ذاكرته. بعدين بقى لما ايدي بقى تخش كده في الحله اخش في تاني سؤال تالت سؤال رابع سؤال الاقي ايدي بقى بتجري ومخي بدا يشتغل. فطبيعي في الاول يبقى كده عادي، يعني انتوا في السليم كده وكل حاجه تمام، ده طبيعي. كتاب بقى جانبي جنب كتاب الامتحان اللي قلنا ان هو اساسي معانا، حتى في دي اختياري كان غلط، يعني برضو في دي كمان اخترت اختيار غلط. جبت كتاب النفيس. الكتاب ده يعني هو كتاب افكاره فيها كويسه، يعني افكار مش وحشه، افكار كويسه، ولكن يعني كان في اخطاء كتير، الاجابات بتاعته كانت غلط. يمكن ده في الشرح اكتر من المراجعه النهائيه، يعني في الشرح فعلا كانت اجاباته كانت غلط كتير، فاجابات كانت غلط والاسئله ما كانتش مظبوطه، تحس السؤال كان مش طبيعي كده، السؤال تحسه متركب حته يمين على حته شمال، فالاسئله كانت مقفوره كده شويه، فما كانش كتاب طبيعي. مش عارفه النسخه بتاعت السنه دي يصلحوها ولا لا، بس انا بتكلم عن نسختنا بتاعت السنه اللي فاتت كانت نسخه مش لطيفه يعني. بس كنت بحاول احل فيه برضو اللي هو يعني ايه، حاجه تثبت لي المعلومه وخلاص، رغم ان انا ما كنتش طايقاها اساسا. وكمان برضو ما لقيتش حد حله كويس على اليوتيوب، يعني عايزه افهم السؤال او افهم الاجابه او الاجابه دي غلط، ما لقيتش حد كمان فيعني من الاخر ما عرفتش ان انا ايه اختار اختيار سليم. ولكن ممكن نسخة السنة دي يكونوا صلحوها شوية. المراجعات بقى وكتابها انا ما قلتش اي حاجة عن المراجعات في اي فيديو ليا الان، لان انا بحب انزل كل حاجة في وقتها. انتوا لو لاحظتوا ان انا فعلا كل حاجة بنزلها
ده شعور انتوا حاسينه دلوقتي، فبقول لكم ازاي تتعاملوا معاه، او مشكله مواجهاكم دلوقتي اقول لكم ازاي تحلوها بس. فمنزله كل حاجه في وقتها. وبرده علشان ما الاقيش ناس شايلين هم المراجعات وهم الكتب وهم المذاكره وهم البتاع، هم اصلا لسه ما خلصوش المنهج. يعني ما تخلصوا المنهج يا جماعه الاول، وبعد كده نشوف الموضوع ده بعدين. ما تشيلوش هم اي حاجه. عيشوا الهم، عيشوا اليوم اللي انتوا عايشينه. عيشوا اليوم اللي انتوا عيشوا اليوم يا جماعه. عيشوا اليوم بيومه، عيشوا اليوم بيوم، ايوه هي دي. عيشوا اليوم اللي انتوا عايشينه بيومه كده. عيشوا اليوم بيومه بس كده. طب انا ذاكرت كويس وحفظت كويس وفهمت كويس وحليت كويس، وبرده باب الدعم الاولاني ده كان بيتكلم في ايه اساسا؟ طب الهرمونات دي يعني هي اخبارها ايه معانا؟ طبيعي وعادي جدا ان احنا ننسى الاحياء، يمكن دي من اكتر المواد اللي بتتنسي اصلا. فعادي يعني. فالامتحانات اصلا بتاع الدروس ممكن تمشيك شويه لو المدرس يعني بيدي امتحانات كويس معاك، هتمشيك كويس. هتمشيك شويه يعني. لو مش ممشياك شويه مش مهم، وما تشيلش هم الموضوع ده. كده كده في المراجعات وقتها قدام جاي. ما تشيلوش هم ان انتوا تراجعوا اي قديم دلوقتي. انا عايزاكم دلوقتي او الفتره الحاليه تهتموا بالجديد. وتقريبا الكلمه دي بقولها في كل فيديو انا عملته قبل كده، اللي هو اهتموا بالجديد الفترة الحالية. ولحد ما تخلصوا الجديد تفضلوا مهتمين بيه. يعني لو انتوا نسيتوا اللي فات عادي جدا وطبيعي جدا ان احنا ننساه. بس يعني الجديد اللي احنا بناخده ده نحاول بقدر الامكان يثبت معانا، علشان نقلل نسبة النسيان فيه. فلما تيجي وقت المراجعات نحاول نراجع الحاجات اللي كانت في شهر 8 وشهر 9 وشهر 10 وكده يعني. عاوزة بس اقول لكم على حاجة، ثانوية عامة مش محتاجة طالب تنين وطالب مفيش منه اتنين وطول عمره بيرفكت وجامد. ثانوية عامة عايزة طالب واثق من ربنا، ثم واثق بنفسه ومتأكد انه في يوم من الايام هيوصل، يعني هيوصل. ربنا سبحانه وتعالى بيقول في حديث قدسي: انا عند ظن عبدي بي، ان كان خيرا فخير وان كان شرا فشر. ظننت بك يا ربي الخير، ووثقت بك وبحلمي وبنفسي ان انا هوصل، يعني هوصل. دايما بتكلم مع نفسي بقول لها في اي وقت، ثانويه عامه وغير ثانويه عامه، في اي وقت انا هوصل، يعني هوصل ان شاء الله. هوصل. انا واثقه في ربنا ثم واثقه في نفسي. عايزه كل واحد فيكم يمشي بالطريقه دي. انا واثق في ربنا ثم واثق بنفسي، وان ربنا دايما هيختار اللي خير. انا ما عليا الا السعي، والنتيجه دي بتاعت ربنا. ايا كانت النتيجه يا جماعه بجد والله هيطلع خير ليكم في الاخر. ولكن اهم حاجه تسعوا تسعوا بجد. وتكون طالب منظم لوقتك وواثق ان مفيش حاجه اسمها مثاليه يا جماعه. اصلا المثاليه دي مش موجوده في حياتنا، مش موجوده في البشر اصلا. فدايما نحس ان احنا نضغط على نفسنا قوي. ده انا صحيت النهارده متاخر، ده انا ما ذاكرتش النهارده كويس، ده انا امبارح عملت، ده انا الساعه اللي قبلها عملت، ده انا مسكت الموبايل. يا جماعه المثاليه دي مش موجوده في حياتنا. احنا بنسعى ونسال الله التوفيق ان هو يوفقنا وننظم وقتنا بقدر الامكان. ولكن مثلا مش من الساعه 2 لحد الساعه 2 وربع انا هعمل الحاجه دي، ومن الساعه 2 وربع لحد الساعه 2 ونص انا هعمل الحاجه دي، ومن 2 ونص ل 2 وتلت، لا ل 2 ل 3 الا تلت هعمل الحاجه دي. مش حاجه اسمها كده، مش حاجة بجد، ما فيش حاجه اسمها كده يعني. ما فيش حاجه اسمها مثاليه، يعني ما فيش حاجه اسمها مثاليه طول الوقت. دي الحياه، دي مش فيلم. يعني ده مش فيلم انا بنتجه، فانا لا هعمل الفيلم ده على مزاجي وهخرجه على مزاجي. دي الدنيا ممكن حاجه تحصل لك تقلب الدنيا كلها على بعض. فمفيش حاجه اسمها كده كمان. بلاش نشغل بالنا بالمثاليه قوي، لان المثاليه دي اصلا مش موجوده. ولما تيجي تقعوا وتحسوا بهبوط، خدوا لنفسكم يوم بريك، يوم واحد بريك. خرجوا فيه عن نفسكم وخرجوا فيه عن طاقتكم وطلعوا كل اللي جواكم. بشرط انك تاخد اليوم ده بريك، انك ترجع اقوى من الاول، وشغفك لحلمك بيزيد يوم عن يوم مش بيقل. لو حسيت ان انت بترجع عن حلمك وبترجع عن شغفك، خد بريك ووقف، ولكن ارجع اقوى من الاول. وبس كده وصلنا لاخر الفيديو بتاعنا النهارده. انا استمتعت جدا معاكم، يا رب ان شاء الله تكونوا استفدتم. ما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب وفولو على الانستجرام وفولو على الفيسبوك وفولو على التيك توك. اشوفكم في فيديو جديد. باي باي.